بكم. راح نبدأ بأول جزء من الدورة اللي هو اختبار اختراق شبكات اللاسلكية. والسبب اني اخترت هذا الموضوع بداية لأنك إذا أنت بدك تفكر بهذا الموضوع بتلاقي كل شيء متصل بشبكة، سواء لو هواتف أو حواسيب أو حتى سيرفرات مواقع إلى آخره. طيب ما دام بدنا نحكي بهذا الموضوع لازم نعرف كيف أصلا إحنا بنتصل بالإنترنت. إحنا بنتصل عن طريق الراوتر، والراوتر بطبيعة الحال بيتصل مع خوادم شركات الاتصالات اللي إلها صلاحية للوصول إلى مصدر الإنترنت. طيب مشان نفصل عملية أكثر لازم نعرف مصطلح مهم كثير أكيد أنتوا سمعتوه من قبل، ألا وهو الماك أدرس. طبعا الماك أدرس هو عبارة عن عنوان لأي جهاز عنده إمكانية الاتصال بشبكة، سواء لو سلكية أو لا سلكية. طبعا الإشي اللي بيميز هذا العنوان إنه هو عنوان فردي لكل جهاز، مستحيل يتكرر على مستوى العالم. طيب بنرجع هسا لعملية اتصالنا. لاحظ هون الحواسيب والهواتف بالمنزل هي متصلة بشكل لاسلكي بالراوتر، مما بيعني لنا إنه الحزم بترسل عبر الهواء، وكل حزمة بالطبع إنها بتحتوي على عنوان الماك أدرس للمصدر. مثلا بهاي الحالة هذا الحاسوب هو بيكون المصدر، وعنوان الماك أدرس الخاص بالراوتر اللي هو عنوان الهدف. يعني كل حزمة بتطلع من هذا اللابتوب المتصل بشكل لاسلكي مع الراوتر تكون تحتوي على عنوان المصدر وعنوان الهدف اللي هو ماك أدرس هون وماك أدرس هون. بهاي الطريقة الراوتر بيميز الحزم من أي جهاز أصلا جايته، وبيحلل الأمر المطلوب منه، وبعدين بيرجع البيانات المطلوبة للجهاز اللي أرسل له هاي الحزمة. طبعا بهذا السكشن رح نحكي فيه عن 3 شغلات. الشغلة الأولى هي أشياء ممكن أنت تعملها قبل الاختراق، يعني مثل هجمات، قطع الاتصال أو عمل أوثنتيكيت للشبكة أو الهندسة الاجتماعية إلى آخره. والشيء الثاني اللي رح نحكي عنه هو اختراق الشبكات. كيف نخترق شبكات مثلا WEB WBA أو WBA2 إلى آخره. والشغلة الثالثة اللي راح نحكي عنها هو ما بعد ما إحنا نتصل بالشبكة، يعني بعد ما إحنا نخترق الشبكة شو ممكن نعمل. هون أصلا الحلو بالموضوع لك أنت بعد ما تخترق الشبكة راح نتعلم كيف تحصل على كل شيء بيتم نقله عبر الشبكة. كل حزمة ترسل إلى الراوتر أنت بتحصل عليها، وبتحتوي على أسماء، باسوردات، أسماء المواقع المزارة أو مسجات إلى آخره. وراح نتعلم في هذا الجزء كيف نعدل على البيانات المرسلة بالشبكة. يعني مثلا أنا كمستخدم بدي أزور موقع فيسبوك، أنا بعدل الحزم اللي أنت مرسلها، يعني أنا برسل لك صفحة فيسبوك مزورة أو أكواد اختراق إلى آخره بدون ما الضحية أصلا يعرف.